السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة معكم الادمين متاع صفحة سبورت توداي. قبيلة شوية كانت مباراة اللي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي ووسط النفط العراقي. مباراة كانت ممتازة جدا ودارت في الإسكندرية، ملعب برج العرب تقريبا. أول حاجة قبل كل شيء مبروك للترجي وجمهور الترجي الانتصار، هدف مقابل صفر. الهدف جاء كما قلنا في الدقيقة 83 عن طريق طه ياسين الخنيسي بعد أداء ممتاز. بالنسبة للترجي حبينا نحكيو عن الأشياء السلبية ثم الأشياء الإيجابية. الأشياء السلبية بالنسبة لي هما الحارس بصراحة معز بن شريفية اللي مرتين خرج بالخطأ من المرمى متاعو، ومرة تسجل فيها هدف لم يحتسب، والمرة الثانية يعني كانت ركنية وخرج بالخطأ وكانت نجم تسجل هدف ضده في اللحظات الأخيرة، كان ينجم يكون هدف تعادل يخلي المباراة يعني أكيد توفى 1-1. الأداء الممتاز حابين نرجع للشوط الأول اللي كان فيه أداء ممتاز من فخر الدين بن يوسف، وفي الشوط الأول مع الشعلالي، لكن القوة البدنية وسط مسكرين وفريق النفط العراقي يعني تعامل معاها فوزي البنزرتي بتغييرات هادفة في الشوط الثاني هي اللي خلت الفريق يتحرك أكثر. بقير اللي حرك اللعب اللي دخل في بلاصة فخر الدين بن يوسف من بعد ما فخر الدين يعني تعب. بقير أكيد كان ممتاز جدا. نشوف خليكم ساعة مع تصريح هيثم الجويني متاع الانتصار. المباراة الأولى في بطولة كما هكا مهمة جدا. الحمد لله معنا الفريق أظهر الخبرة اللي يكتسبها بتسجيل الهدف معناها في آخر الدقائق اللي ما كنا باش نحصلوا 3 نقاط، و3 نقاط نعرفوا الناس كل مهمين ياسر. إن شاء الله نتمنى حظ أوفر للفريق العراقي، وشكرا على الجمهور اللي جانا من تونس معناها شجعنا ماتش كامل. والحمد لله معناها 3 نقاط. نشكر معناها اللاعبين صحابي والاطار والجروب الكل على الاداء اللي قدموه، وان شاء الله معناها نزل الاهم في المباريات الجايه ان شاء الله. هيثم الجويني، يمكن المباراه كانت ند طوال ال 90 دقيقه. الفريق العراقي كان قريب بالفعل من تحقيق تقدم. قوه المباراه وقوه البدايات هل بتدل بالفعل اننا على اعتاب بطوله عربيه قويه بمشاركه اسماء قويه من الانديه العربيه؟ مباراة ما كانش سهله معناها كيما رينا الناس الكل. مباراة كانت مشدوده. زاد الملعب ما كانش مساعدنا، الارضيه كانت عاليه والطقس كان رطب. الحمد لله معنا في الاخر نشكر الفريق الوسط على الاداء اللي قدموه، و3 نقاط مهمين. ان شاء الله حظ اوفر الفريق الوسط، وان شاء الله نحن حظ اوفر لنا احنا زي. هيثم، الترجي بيعيش فتره من التالق سواء على المستوى المحلي او المستوى القاري من خلال اداء متميز في البطولات الافريقيه، وانت احد الوجوه القديمه الجديده مره اخرى. الترجي طموحك ايه وطموح لاعيبه الترجي في الفتره القادمه خاصه امام التحديات القويه؟ ومن ابرز التحديات اكيد مباراه الاهلي المصري في البطوله الافريقيه، ومباراه قمه ما بين اعظم او الفريقين من اكبر الفرق في القاره السمراء. زي ما يعرف الناس الكل معناها الترجي يلعب على الوجهات، على جميع الوجهات. ترجي نحن توا مركزين على البطولة العربية، وإن شاء الله معناها نوصلوا لأبعد حدود على شلون معناها نفوزوا بالبطولة. ومباراة الأهلي مازال الوقت فخموا فيها مازال، لكن هي مباراة مهمة بالتأكيد ما بين فريقين كبيرين. بالطبع مباراة الأهلي مباراة مهمة. نعرفوا أكبر زوز فرق في افريقيا. ان شاء الله تمر مباراة رائعة للجمهور للعالم العربي، نوريو فيها وجه الكرة العربية ان شاء الله. من اللاعب المفضل لك من الاهلي او تتمنى ان تواجهه في المباراة الافريقية لاعبي النادي الاهلي؟ هل تعرف انه واحد قبل المواجهة الافريقية؟ فريق الاهلي معنا فريق ممتاز. اللاعب الكل نتاعو لاعبين ممتازين. كما قلت لك نحن مركزين على انفسنا، ومباراة الاهلي لا زالت بعيدة جدا. هيثم الجويني، الف مبروك مرة. شكرا جزيلا. عايشة. دخل لقاءنا مع هيثم الجويني. لا وي ومبروك للترجي. هو ولا يتكلم بالمصري الترجي حاسيلو كما قلنا التغييرات اللي عملهم فوزي البنزرتي كي دخل سعد بقير اللي كانت عنده لمسات ممتازة جدا وعمل مباراة ممتازة جدا. زاد ماهر الصغير وهيثم الجويني اللي دخل في الاخر. اكيد فوزي البنزرتي يعرف شو يعمل، موش صغير.
اكيد عنده اسمه في الافريق ومعروف جدا. الهدف جاء كما قلنا في الدقيقة 83 من الخنيسي بعد مجهود كبير واسترجاع الكرة من وسط الميدان من صالح سدير لاعب رقم 7 أحسن لاعب في الفريق العراقي. ويعني هدف بعد هدف ملغى للنادي العراقي. لكن زاد ما ننساوش الهدف اللي مش الهدف، ضربة الجزاء اللي ما علنش عليها الحكم كانت مخالفة يعني ضد الحارس العراقي لطه ياسين الخنيسي في منطقة الجزاء. باش نحكيو برشا أكيد، لكن أكيد كما قلنا مبروك للترجي بنسبة كبيرة. الترجي منافس في البطولة بعد الأداء اليوم. بصراحة شفنا الترجي 60% من الترجي. نعرف يعني نعرف برشا أصحابي يحبوا الترجي، وأكيد نعرف الترجي ناس كل. الترجي مش هكا، تو يتحسن اكيد ويسخن في البطوله بشوي بشوي، ويدخل اكيد بانتصار الاول يدخل للبطوله بالباهي. كما قلت لكم اذا كان عجبكم الفيديو ما تبخلش عليه بجيم، وما تبخلش باش تعمل لابوني، اشترك معنا في الشان، وان شاء الله من حسن الى احسن. ومبروك مره اخرى لجمهور الترجي. كانت معاكم صفحه سبورت توداي، بالسلامه.